كتير مننا اتحط في الموقف ده. اشتغلت على فيتشر وعملت بي ار، الكود حصل له ميرج على الماستر برانش، بعدها حصل ديبلويمنت ولقيت كودك عمل مشكله. ساعتها بتسمع جمله واحده: اعمل ريفيرت بسرعه. في الفيديو ده هنتكلم عن ازاي تعمل ريفيرت، وكمان ازاي تصلح كودك وترفع من جديد. انا اسلام حلمي، ايجور ديفلوبر سيرتيفايد، بحاول اسهل وابسط المواضيع اللي بتاخد مننا وقت، وفي الفيديو ده هنتكلم عن الجيت ريفيرت. يلا نبدا. قبل ما نتكلم عن الجيت ريفيرت خلينا الاول ناخد الموضوع من الاول. احنا هنا على السولوشن بتاعنا عملنا فيتشر برانش وعملنا بوش للكود بتاعنا. تعال نروح نعمل البي ار. هنا جينا على ايجر ديف اوبس ومطلع لي مسج ان انت عندك الفيتشر برانش ده، اعمله بول ريكوست. طيب لو انت ما شفتش المسج دي، ممكن تروح على البول ريكوستس وتقول نيو بول ريكوست وتختار السورس برانش اللي هو الفيتشر برانش اللي اشتغلنا عليه، اللي هو فيتشر سلاش اد بوكس كنترولر، والتارجت برانش بتاعنا اللي هو الماستر. تراجع على الفايلز بتاعتك وبعدها تروح تعمل كرييت. خلينا نعمل كرييت. تمام كده عملنا البول ريكوست. المفروض نعمل له ابروف وكمبليت ميرج. تمام كده الكود بتاعنا كله بقى على الماستر. تعالى نتأكد ان الكود بتاعنا على الماستر ونشوف الجيت هيستوري بالمرة. خلينا نرجع على الكود ونروح على الماستر برانش ونسحب ليتست من الكود. هنلاقي هنا ان الكود بتاعنا حصل له ميرج. هتلاقي فيه الكومنت اللي احنا كنا حاطينه في البول ريكوست وكومنت تاني للميرج. الكومنت بتاع الميرج ده بيكون فاضي، ما فيهوش اي حاجه، هو كومنت بس بيقول انه حصل ميرج، والكومنت بتاع الكود هو اللي فيه التشينجز بتاعتنا. خلينا نفترض دلوقتي ان بعد ما عملنا ميرج الكود حصل له ديبلويمنت واكتشفنا ان الكومنت بتاعنا هو اللي عمل مشكله. ساعتها هنعمل ايه؟ بكل هدوء هنروح على الماستر برانش ناخد منه ليتست، واحنا اوريدي اخدنا ليتست، ونروح نعمل منه فيتشر برانش نسميها fix slash revert box controller، ونقول new branch create. كده عملنا فيتشر برانش من الماستر برانش. نروح على الجيت هيستوري، هتلاقي ان في تو كوميتس، الكوميت اللي فيه التشنجز بتاعتنا والكوميت بتاع الميرج. احنا اتفقنا ان كوميت الميرج ده فاضي ما فيهوش اي حاجه. هنروح على الكوميت اللي فيه التشنجز بتاعتنا اللي سببت المشكله ونعمل لها ريفيرت. رايت كليك ريفيرت، هيقول لك ار يو شور، قول له يس. هتلاقي ان عمل كوميت جديد شال منه كل التشنجز اللي كنت عاملها قبل كده. طيب ممكن تسأل سؤال، ممكن تقول افرض ان انا كان عندي اكتر من كوميت في نفس البول ريكوست. ساعتها هتروح على كل كوميت منهم وتعمل له ريفيرت. طيب ابدا بانهي كوميت؟ لو قلنا مثلا ان انت عندك كوميت 1 وبعديه كوميت 2، هتعمل ريفيرت الاول لكوميت 2 وبعدها هتعمل ريفيرت لكوميت 1. بنبدا من الاحدث للاقدم عشان نتجنب ان يحصل اي كونفليكس. كده نكون شفنا ازاي نعمل ريفيرت، وكل اللي هنعمله دلوقتي ان احنا هنعمل بول ريكوست جديد ونعمل ميرج على الماستر من تاني. تعالى نعمل كده push، وتعالى نروح على الايجر ديف اوبس. خلينا نروح على ريبوز، هتلاقي مطلع لك المسج انت عملت فيتشر برانش جديد عايز تعمل بول ريكوست. اقول له اعمل بول ريكوست. هتلاقي هنا التو برانشز بتوعنا، البرانش اللي فيه ريفيرت للشغل بتاعنا والبرانش الماستر. نعمل create pull request ونقول approve complete. بكده نكون عملنا ريفيرت للكود بتاعنا اللي عمل مشكله وحطيناه على الماستر تاني، ودلوقتي المفروض ان في ديبلويمنت هتحصل وتشيل المشكله اللي احنا كنا عاملينها. وده الجزء الاول. طيب الجزء التاني اللي انا بشوفه اهم من الجزء الاول، ازاي الكود اللي عملت له ريفيرت ده اقدر استخدمه تاني عشان احط عليه الفيكسز بتاعتي وارفع من جديد. وهنا هنروح على الكود بتاعنا تاني ونروح على الماستر برانش ناخد منه ليتست ونبص على الجيت هيستوري بتاعه. هتلاقي فيه تو كوميت بيقول انك عملت ميرج، والكوميت اللي فيه الريفيرت بتاعنا. عشان اقدر استخدم الكود بتاعي تاني انا محتاج اعمل فيتشر برانش من الماستر واشتغل عليه. هتقول له طب ما احنا عملنا فيتشر برانش اول واشتغلنا عليه وكان عليه الكود بتاعنا، ما نحط عليه الفيكسز بتاعتنا.
هقول لك هو نظريا صح، انت عملت فيتشر برانش قديم واشتغلت عليه وكان عليه شغلك والفيكسز ممكن تحطها عليه، بس لو جيت تعمل ميرج تاني هتلاقي ان الجيت مش هياخد منك التشينجز القديمه وهياخد منك الفيكسز بس اللي حاططها من عليه. وده ليه؟ لان الكوميت اوريدي حصل له ميرج، الكوميت بتاعك بقى موجود في الماستر برانش انه حصل له ميرج قبل كده وموجود في الفيتشر برانش القديم، ولما تيجي تعمل بول ريكوست من الفيتشر برانش القديم تاني هيشوف ان التشنجز القديمه اوريدي حصل لها ميرج فهيعمل لها اسكيب تماما حتى لو كنا عملنا ريفيرت للتشنجز دي. فالحل الوحيد المتبقي قدامنا ان احنا نروح على الماستر برانش ونعمل نيو فيتشر برانش. تعالى نعمل نيو فيتشر برانش. خلينا نقول fix/add box controller with fixes new branch. جينا على الجيت هيستوري بتاع البرانش اللي احنا لسه عاملينه، وهنا عشان ارجع الكود اللي كان موجود عندي قبل كده كل اللي هعمله ان انا هروح على الريفيرت اللي عملناه ورايت كليك عليه تاني واقول له ريفيرت. ار يو شور؟ يس. فتلاقي هنا عمل لك كوميت جديد، وبص على التايتل بتاع الكوميت ري ابلاي، يعني هو فاهم لما اعمل ريفيرت لريفيرت انا عايز ارجع الشغل ده تاني. طيب لو جينا نبص على التشينجز بتاعتنا هتلاقي ان في البوكس كنترولر موجود وتمام. وتعالى نقول التشينجز بتاعتي، خلينا نقول مثلا add fix، وخلينا نقول ان احنا مثلا هنشيل اخر اوبجكت عندي وهنسيميوليت ان ده الفيكس بتاعنا. نعمل سيف تشينجز ونروح على الجيت تشينجز، هتلاقي ظاهر لك هنا التشينجز اللي عملتها. خلينا نقول add fix ونعمل commit all. ظهر لي هنا تو كوميتس، الكوميت الاول اللي عمل ريفيرت والكوميت الثاني الفيكسز اللي حطيناها، ونعمل بوش. نروح على Azure DevOps نعمل ريفرش او ندوس على ريبوز، هتلاقي ظاهر لك الفيتشر برانش اللي كنت شغال عليه fix/add box controller with fixes create pull request على الماستر برانش. وتيجي هنا بيقول لك حط تايتل، بيقول لك حط تايتل عشان انت عندك اكتر من كومنت جوه البرانش. خلينا نقول هات الديسكريبشن ده، ودلوقتي نعمل create، نعمل approve complete، وكده رجعنا التشينجز بتاعتنا تاني وعليها الفيكسز اللي بتحل المشكله اللي حصلت. وكده نكون شفنا ازاي نعمل ريفيرت لكود عمل مشكله، وازاي بعد كده نرجع الشغل بتاعنا تاني ونحط عليه الهوت فيكس اللي بيصلح المشكله ونرفعه من جديد. وهنا نكون وصلنا لنهايه الفيديو، وسلام.